انتقل الشيخ كلكم يعلم انتقل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى قبيل فجر يوم الاثنين 16 من شهر شعبان من عام 37 و400 وألف من الهجرة الموافق 23/5/2016. طبعا الشيخ سالم يعتبر أكبر إخوانه أكبر إخوانه الأحياء. طبعا إخوانه الأحياء اللي هم الشيخ بخيت والشيخ حمود، وكلاهما قضاة، والشيخ كان قاضيا، وطبعا توفيوا قبل سنين. الشيخ سالم كان أحدهم اسمه سعيد وتوفي وعمره 15 سنة. طبعا هذا سعيد اللي هو أخ الشيخ هو أعتقد هو الأكبر، أكبرهم جميعا، وكان يظن أنه سيكون من كبار العلماء، وقيل لي أنه كان حافظا للقرآن الكريم وهو في هذا السن، وكان الناس يأتون من كل مكان من أجل أن يستمعوا إلى تلاوته، لكنه توفي وعمره 15 سنة. كذلك الشيخ سالم توفي لديه ولد اسمه محمد، وطبعا هناك قصة. طبعا هو توفي محمد كما قيل لي بمرض السرطان رحمه الله تعالى، توفي وعمره 20 سنة. مرة كانت امرأة تسأل عن مفسر يفسر لها رؤيا، فاتصل بالشيخ سالم وهي ما تعرفه، فقالت يا شيخ، تقول رأيت في المنام أن أناس مالهم طوال ولابسين ملابس خضراء يحملون جنازة، فسألتهم جنازة من هذه؟ فقيل لي جنازة محمد بن سالم مباشرة. الشيخ طبعا كان محمد ولده كان يتعالج في الهند، وكان مرة يروح الشيخ سالم إلى الهند ومرة أخوه الشيخ بخيت يتناوبان عليه، وكان في ذاك الوقت الشيخ سالم فين؟ في سناو، والشيخ بخيت في الهند. لما اتصلت هذه وأخبرته بالرؤيا مباشرة قص تذكرة وذهب إلى الهند. بعد يومين توفى ولده رحمه الله تعالى. وحتى الشيخ سالم رحمه الله توفي بمرض السرطان. هذا جانب من سيرة الشيخ، وعاد سمحوني ربما أكون قصرت، لكن هذا ما أعرفه عن الشيخ، وأنا اجتهدت في السؤال عن الشيخ وبعض أخباره، وكذلك بعض القصص التي تروى عنه. تواصلت مع أحد أقاربه، كما تواصلت مع بعض أصحابه الذين كانوا يصحبونه في أسفاره، وكذلك مما عايشته معه رحمه الله تعالى. أتمنى أنه هناك من يهتم بسيرة الشيخ ومنهج الشيخ ويؤلف كتابا عن سيرة الشيخ، لأنه فعلا الشيخ كان مدرسة من المدارس التي يجب أن نستفيد منها في الجانب الدعوي، في الجانب التربوي، في تفسيره للقرآن الكريم، في جهاده في سبيل الدعوة، في أسلوبه كذلك رحمه الله تعالى.